السلام عليكم. في 7 أخطاء خطيرة كلنا بنعملها وبتهدد صحتنا كل رمضان. عارف إنك ممكن تقول لي ما أنا يا دكتور بصوم كل سنة وما بيحصليش حاجة، بس لما نشوف الأخطاء ديت هتعرف إن تكرارها ممكن يودينا المستشفى في أي وقت من الأوقات. النهارده هنعرف الأخطاء دي وإزاي نصلحها علشان يبقى رمضان بالنسبة لنا شهر شفاء وتعافي مش شهر أمراض. وفي آخر الحلقة هقول لك على أقوى سر تغذية أثناء الصيام. سر بسيط جدا بس لما تطبقه صح ناس كتير سكرهم اتحسن وكمان الكوليسترول حتى وهم ما عندهمش سكر وما عندهمش كوليسترول خلال شهر رمضان. فرصة جميلة في رمضان تكون صحتنا أحسن. خلينا نبدأ على طول. الخطأ الأول ترك السحور، ده سبب نص عصبيتنا وصداعنا ودوختنا طول نهار رمضان. السحور هو مصدر طاقتنا خلال اليوم، ولما نسيبه السكر يبدأ ينزل في الجسم وفي نفس الوقت العطش يزيد، فتلاقي نفسنا عصبيين، تركيزنا قليل ومش طايقين حد. عارف السؤال اللي بيدور في بالك دلوقتي، طب ايه افضل سحور؟ الإجابة السحور يكون متوازن، بروتين زي البيض أو الزبادي اليوناني، ألياف زي الخبز الأسمر، دهون صحية زي حفنة مكسرات، ونختم بثمرة فاكهة. ده يديك طاقة أطول طول اليوم ويحافظ على مستوى السكر مستقر. الخطأ الثاني وهو وليمة الإفطار. السحور لوحده مش كفاية لو بتغلط الغلطة دي. أول ما المدفع يضرب نهجم على الحلويات والعصاير والمقليات. السكر يعلى بسرعة، ينفرز عليه انسولين من الجسم بسرعة، ينزل السكر بسرعة، فنحس بنعاس ودوخة وأنتخة وإن احنا منفوخين وأحيانا تقل أو خفقان في القلب، مش بنقدر حتى نقوم نصلي. الحل في إيه؟ زي ما علمنا سيدنا النبي، نشرب كوبين مية، ناكل 3 تمرات أو حاجة خفيفة، نستنى 10 15 دقيقة يا دوب نصلي المغرب، وبعدها ناكل وجبة متوازنة. إيه بقى الوجبة المتوازنة ديت؟ نص الطبق خضار، النص التاني بروتين مع نشويات. الحلويات دي تبقى ضيف شرف مش حاجة أساسي، مش البطل بتاع الوجبة بتاعتنا. دي حاجة يا تبقى موجودة يا ما تبقاش موجودة. تالت خطأ شرب المية بطريقة غلط. هل يا دكتور احنا بنشرب مية بطريقة غلط؟ الجسم طول فترة الصيام بيبقى عامل زي الصحراء القاحلة اللي تشرب المية تعمل صداع، إمساك، إرهاق، لون البول يبقى غامق. المشكلة إننا بنفتكر إن إحنا شربنا مية كفاية، لكن بنكون شربنا كوب أو 2 بس وخلاص. الكلام دوت غلط. الطريقة الصح إحنا ناخد كوبين مية مع الفطار والسحور، كوبين مية مع كل وجبة، كوب كل ساعة ما بين الفطار والنوم. قلل الموالح والمخللات. هتعرف إننا ماشيين صح لما لون البول بتاعك يبقى فاتح ما يبقاش غامق. تعرف إن أنت عندك إرواء كامل، تعرف إن أنت ما عندكش جفاف من لون بولك. الخطأ الرابع القهوة والسجاير يا جماعة. أول ما بنفطر هنا بنجمع بين مصيبتين، نيكوتين وكافيين، وبعدين نستغرب ليه عندنا حموضة وخفقان قلب طول رمضان، وكمان النوم بيتلخبط والمزاج يبوظ والوزن يزيد. مش بقول لك تحرم نفسك، حاول تبطل التدخين. مش هقول لك تحرم نفسك من القهوة، اشرب قهوة واحدة بس، خليها بعد الفطار بساعة. قلل الكافيين قبل رمضان علشان الصداع بتاعك يقل مع الصيام. خلصنا أول 4 أخطاء، لو بطلت واحدة أو 2 منهم بس هتحس بنفسك أحسن تاني يوم، هتحس بنفسك مرتاح طول فترة صيامك. لكن ال3 بقى اللي جايين دول أخطر حاجات ولازم تتجنبهم فورا. الخطأ الخامس من أخطاء الصيام قلة النوم، وأكتر سبب ليه طبعا مسلسلات رمضان. المسلسلات يا جماعة من أخطر الحاجات اللي بتحصل في رمضان. تعمل لنا قلة نوم، نسهر لحد الفجر نتابع مسلسلات، ناكل حلويات بالليل، نصحى مرهقين، مزاجنا واقع. قلة النوم بتزود مقاومة الأنسولين. يعني إيه مقاومة الأنسولين؟ يعني كرش، يعني دهون حشوية، يعني دهون بطن. النوم الصحي يا جماعة 7 ساعات، ممكن نقسمهم شوية بالليل وشوية قيلولة، ونوقف القهوة والشوكولاتة قبل النوم ب6 ساعات علشان لما نحط دماغنا نعرف ننام. النوم الصحي يا جماعة بيحسن مقاومة الأنسولين، بيحسن هرموناتنا، بيظبط الحرق في الجسم، بيظبط موضوع مقاومة الأنسولين. لو عندك ما قبل السكر ولا حاجة بتخف وتبقى كويس إن شاء الله. الخطأ السادس لخبطة
الادويه. لخبطه الادويه ولخبطه مواعيد الادويه دي دخلت ناس المستشفى فعلا، ناس ضغطهم ما بقاش مظبوط، سكرهم انفجر، عالي او وطي، في حالات فقدان وعي كتير. السبب ان انت واخد الدواء بالبركه كده ومن غير مواعيد واضحه في رمضان. الصح تراجع طبيبك او حتى الصيدلي قبل رمضان ب 10 ايام ولا حاجه، تقول له اخد دوايا امتى. غالبا ادويه الضغط والسكر والكوليسترول بتتوزع بين الافطار والسحور، بيحصل تعديل. ادويه ضغطك بتتعدل مواعيدها، ادويه سكرك بتتعدل مواعيدها. اكتب لنا في الكومنتات بتاخد ادويه ايه واحنا نقول لك التصحيح بتاعها ايه وتتاخد في احسن ميعاد ايه. الخطأ السابع وهو اخطر خطأ بنقع فيه كلنا، ربنا يا جماعه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو عندك مرض يمنع الصيام ما تعاندش، ما تكابرش. لو عندك سكر وبتاخد انسولين ممكن السكر يهبط جدا خلال اليوم او يعلى جدا بعد الفطار. لو حسيت بدوخه، تعرق، رجفه، رعشه، زغلله في عينيك، جوع شديد، افطر فورا. السكر معلومه كمان مهمه، قياس السكر ما بيبطلش الصيام، صحتك امان. لو وصلت لهنا انت شخص كويس جدا وبشكرك ان انت متابعني. 90% من الناس مش بيكلموا الفيديو للنهايه، 90% من الناس مش بيكملوا الفيديو للنهايه. اكتب لي في التعليقات، قول لي لو عايز تعدل مواعيد علاجات الضغط والسكر والغده، اكتب لي في الكومنتات بتاخد ايه وانا اقول لك على احسن ميعاد تاخدهم فيه. الحق نفسك لسه فاضل 3 ايام على رمضان. الهديه بقى بتاعت الفيديو اقوى سر تغذيه في الصيام. في دراسه سنه 2018 على ناس عندهم خطر سكر في امريكا، قسموهم لمجموعتين، مجموعه بتاكل طول اليوم ومجموعه بتاكل نفس الاكل بس في خلال 6 أو 7 ساعات يوميا اللي هو المتمثل في الصيام. النتيجه الناس اللي بتاكل نفس الاكل في خلال 6 ساعات فقط وبيصوموا بقيه اليوم سكرهم اتحسن، ضغطهم نزل، معدل الالتهابات في جسمهم قل. السر هنا اسمه الاكل في نافذه زمنيه محدده، نفس نظام الصيام بتاع المسلمين. نطبقه ازاي في رمضان؟ نفطر على ميه وتمر او شويه عدس، نستنى ربع ساعه، نفطر على ميه وتمر او شوربه عدس، نستنى ربع ساعه، تاكل وجبه الافطار الكامله، بعدها توقف اكل، تشرب ميه بس، بعد ساعتين ممكن شاي او قهوه او نعناع من غير سكر، وما تاكلش تاني غير وقت السحور. السحور يا جماعه اهم وجبه. وما تنساش الحلويات ضيف خفيف، تتجنب الحلويات والخبز الابيض، ما همش اساسيين في الوجبه، وهتحس بالفرق من تاني يوم. العجيب ان رمضان ممكن يتحول لشهر زياده وزن، يتحول لماكينه. العجيب ان رمضان ممكن يتحول لشهر زياده وزن او يتحول لماكينه حرق دهون وتنظيم سكر وتخفيف وزن. اختار انت تكون مين، اعرف الفرق، اختار عايز تكون انه منهم. انت اللي هيتحسن حرقك وسكرك هينظبط ودهونك هتتحرق، ولا انت اللي هيزيد وزنك في رمضان؟ دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.